انا عايزك تركز معايا كده ومش عايز غباء. اركز معاك في ايه؟ هو من اولها كده هتتغبى؟ انا بسأل بس، اركز في ايه؟ هو انا يا ابني قاعد معاك ليه دلوقتي؟ عشان تذاكر. عليك نور. يبقى تركز في ايه بقى؟ في المذاكرة. بالظبط، ركز معايا بقى وما تشلنيش. مركز اهو. تمام، وراك واجب ايه بقى هتحله؟ المادة المفضلة لقلبي الرياضة. طيب وريني بقى الواجب اللي المستر اديهولك. ماشي. اتفضل. الواجب سهل خالص، فركز معايا بقى. مركز اهو. بيقول لك بقى ايه؟ اذا كان معك 5 تفاحات واخذ منك صديقك احمد تفاحتين، فكم تفاحه بقيت لديك؟ انت مبلم ليه يا ابني؟ ما ترد. هو مش اللي معاك ده كتاب الرياضة؟ ايوه كتاب الرياضه. امال انا حاسس انك بتقرا انجليزي ليه؟ غبي، حتى هو مش عارف الانجليزي من اللغه العربيه الفصحى. بص يا محمد، هقول لك السؤال بشكل تاني خالص ويا رب تفهم. لو كان معاك 5 تفاحات وصاحبك احمد خد منك تفاحتين، فكم تفاحه تتبقى معاك؟ 5 تفاحات. ازاي يا ابني وصاحبك خد منك 2؟ لا، ما هو انا ما حدش يقدر ياخد مني اي حاجه. هو انت يا ابني شغال بلطجي؟ وبعدين ده سؤال عندك يعني في الكتاب مش حقيقه. طب ما تقول كده من الاول. واديني قلت، جاوب بقى. 3.5. ايه الواد ده؟ ولا هات لي واجب تاني احلهولك. ماشي، امسك الانجليزي. ايه ده؟ مش فاهم حاجه. يا فاشل، مش عارف تحل الواجب لوحدك؟ انت حمار وغبي. غبي. ما ينفعش اسمعهم تاني النهارده. ايه ده؟ انت مين؟ ايه ده؟ وانا مش باين عليا ولا ايه؟ انا حرامي يا حبيبي، ولو فكرت تصوت او تنده على حد هعلقك. لا مش عايز اتعلم. انت جاي عاوز ايه؟ جاي عاوز ايه؟ ما قلت لك ان انا حرامي، يعني اكيد جاي اسرقكم. ماشي، خد اللي انت عايزه. انا كده كده هسيب لهم البيت، بس ما تعلقنيش. هتسيب لهم البيت وتمشي؟ هتسيب لهم البيت وتمشي ليه؟ عشان كلهم بيقولوا عليها غبي. طب وهما بيقولوا عليك غبي ليه؟ عشان عمر ما حد سألني على حاجة وعرفت اجاوب عليه. اي سؤال؟ ايوه، اي سؤال يا عم حرام. خلاص يا عم هسألك سؤال، ولو جاوبت عليه يبقى انت ذكي وما تمشيش، ولو ما جاوبتش يبقى انت هتفيدني، قصدي يبقى تاخد هدومك وتمشي. ماشي، اسأل، بس ما تقولش عليها غبي لو جبت غلط. ماشي يا عم، مش هقول عليك غبي. السؤال بقى بيقول ايه؟ ايه هي الحاجة المدورة اللي لما تقف قدامها بتشوف نفسك فيها؟ التفاحة. تفاحة؟ لا طبعا غلط، المراية. شفت؟ مش قلت لك غبي؟ سيبني امشي بقى. استنى، هسألك كمان سؤال ولو جاوبت عليه يبقى انت مش غبي. ايه هي الحاجة اللي بتمشي على 4 رجول وبتنونو؟ لا دي سهلة بقى، المرتين. خد يا ابني شنطة هدومك وامشي وسيبني اشوف شغلي. حاضر. بقول لك ايه يا عم، ما تشغلني معاك. اشغلك معايا؟ اشغلك معايا ايه؟ انت مش هتعرف تسرق. جربني بس يا عم، انا من زمان وانا بسمع افلام حرامية ونفسي اطلع حرامي. افلام الحرامية؟ بس والله فكرة مش بطالة، الواد ده غبي وهينفع علي في شغلي. ماشي انا موافق اشغلك معايا، واعتبر نفسك اشتغلت من النهارده، واول عملية ليك هتكون النهارده. بجد يا عم حرامي؟ طب ايه هي؟ انت هتساعدني في سرقة بيتكم، ولو نجحت يبقى انت مش غبي، بالعكس يبقى انت اذكى واحد في العالم. ماشي، يلا بينا. روح بقى هات لي اي حاجة قيمة هنا، واي فلوس واي ذهب. والتليفونات يا عمو. صح جدع، والتليفونات برضه. روح بقى هات الحاجات ديت وتعالى. حاضر. ده انت لقطة. A few moments later. كل الحاجات في الكيسة ديت يا عم. برافو عليك يا حبيبي، هاتهم يلا. خد. ما انت ذكي اهو، امال بتقول على نفسك غبي ليه؟ يلا سلام بقى. ايه ده؟ انت مش هتدينا نصيب في العملية؟ لا نصيبك ايه؟ انت لسه بتتعلم. المرة الجاية ان شاء الله هتكون اتعلمت وهديك نصيبك. ماشي يا عم، اتفقنا. يلا مع السلامة. مع السلامة يا عم، مع السلامة، مع السلامة. انت بتعمل باي باي لمين يا محمد؟ بعمل باي باي لعم الحرامي يا احمد.
حرامي؟ طب هو فين؟ اوعى يكون داخل سرق اي حاجه. عيب عليك يا احمد، وانا برضو اخليه يدخل يسرق حاجه؟ جدع يا حمو، امال عملت ايه؟ دخلت انا جبت الحاجه. جدع يا حمو، وعندها فين؟ لا يا احمد انا ما انتهاش، انا اديتها له. اديتها له؟ اديت له ايه؟ اديت له الفلوس والتليفونات وكل حاجه. الفلوس والتليفونات وكل حاجه. يا غبي، هتجيب لي جلطه. ايه يا احمد مالك؟ انت اكيد اغمى عليك من الفرح صح؟